تفاؤل وروقان. النهارده إن شاء الله بإذن الله هاتكلم في حلقة مهمة جدًا عن وسواس المرض. بس أنت قبل ما تشاهد الحلقة وتشوفها ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان ما يفوتكش الكثير من البهجة والسعادة في القناة بتاعتي. كتير أولًا تعالَ نمخمخ كده ونشوف وسواس المرض ده إيه. أولًا مسمى كلمة وسواس قهري أنا مش متّفق مع الكلمة دي. لأن أنت ضمنيًا لمّا تقول لحد وسواس قهري أنت كده بتقول له إيه، إن الوسواس أو الأفكار السلبية هتقهرك وأنت مش أقوى منها، وده عكس اللي ربنا قاله في القرآن. إن حتى ربنا قال في القرآن إن في آيات كتيرة إن الوساوس أو الأفكار السلبية أو إن حتى الشيطان فيما معناه ما لوش سلطان على الإنسان اللي هو تفكيره إيجابي أو الإنسان المؤمن أو كده، تمام؟ ده آيات في معناها في القرآن. تاني حاجة نتكلم بقى بروقان كده عن وسواس المرض. طبعًا في الوسواس أو الأفكار السلبية أنواعها كتير، في ناس بيبقى عندها وسواس المرض، في ناس بيبقى عندها وسواس النضافة، أنا اتوضيت والّا لأ، طب أنا صليت كام ركعة أو لأ، يعني حاجات كتيرة بقى غير كده. طب أنا قفلت الباب والّا لأ، طب أنا مش عارف إيه طب أنا النار مفتوحة والّا لأ، وهكذا. بس أنا عايز أتكلم النهارده عن وسواس مهم جدًا اللي هو وسواس المرض. الإنسان ممكن يكون سليم صحيًا ما فيش فيه أي مشكلة، ويبقى قاعد كده في أمان الله مثلًا تيجي له مغص مثلًا أو تيجي له حاجة. فيدخل مثلًا على اليوتيوب أو كده يقول يلاقي مثلًا يقول له احذر لو جات لك مغص، ده أنت عندك مش عارف إيه، ده أنت عندك جلطة، ده أنت عندك كانسر، ده أنت عندك أي مرض من الأمراض. فيشكك الإنسان اللي هو أصلًا عنده عرض طبيعي جدًا في نفسه، وللأسف دي حاجة موجودة على السوشيال ميديا، تخويف الناس من الأمراض. فأنت لمّا بتخوّف إنسان من مرض هو بيصدقك و و ويبتدي إن هو الأعراض دي تبتدي يحس إن هي فعلًا عنده حاجة، ويطلع بقى جري بقى من دكتور على دكتور، ويتوهم بييجي له حاجة اسمها توهم المرض أو وسواس المرض، تمام؟ طيب إيه الناس اللي بتفكر في الوسواس المرض دي إزاي إن هي تتحرر من المشكلة دي؟ لأن هو حتى ممكن يبقى عامل أشعّات وعامل كل حاجة وتحاليله، بس برضه يحس إن هو أنا فيّا حاجة، طب أنا مش عارف إيه. طب ده إيه؟ لإن أنت already الفيديوهات المخيفة وكل الناس يا جماعة كل حد بيتكلم عن أي مرض بيخوّفك منه أو بيقول لك حياتك مش عارف إيه، ما تسمعش الفيديوهات دي، لإن الفيديوهات دي بتشحنك بطاقة سلبية بتبقى عايزة عقلك الباطن يتهيأ لك إن أنت عندك حاجة حتى لو أنت ما عندكش أي حاجة. تمام؟ فبيتكوّن بعد كده لمّا بتصدّق بقى الوسواس. الوسواس يعني إيه؟ أفكار سلبية بتفضل تيجي في دماغك وبتكررها، والأفكار السلبية دي من خبثها ولؤمها إن هي بتفتكر إن دي فكرتك أنت، بس صدّقني ما بيكونش فكرتك. فبتلاقي ناس إيه، يروح لدكتور وللتاني ويكشف هنا وهنا وما يكونش في حاجة، والدكاترة يقولوا له أنت ما فيكش حاجة، بس هو يبقى حاسس جوّه منّه لأ أنا فيّا مشكلة، لإنه بيعيش في وَهْم كبير اسمه الوسواس أو المرض. بس أنا عايز أقول لك على حاجة، إن حَلُّه سهل جدًا وببساطة جدًا، تمام؟ لازم عشان أحلّه لك لازم أتكلّم عن حاجة علمية ودينية. إحنا في علم النفس عندنا نوعين من الأفكار، الفكرة الإيجابية والفكرة السلبية. الفكرة الإيجابية اللي أنت تفكّر بطريقة إيجابية، إحنا عارفينها، تمام؟ الفكرة السلبية اللي هي الأفكار السلبية بقى سواء وساوس أو حزن أو غيره، تمام؟ طَب أوكي. الفكرة السلبية، ربنا لمّا اتكلّم في القرآن قال إن من كل شيء خلقنا زوجين، يعني أي موقف أنت بتمُر بيه له جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. أنت لمّا أنت تعرف إن أنت مش فكرتك السلبية يبقى عن المرض، يبقى أنت كده خلاص يعتبر أنت خلاص تحرّرت. إزاي؟ أنا هادّي لك تمرين، تمام؟ لو أنت عندك أي نوع من من الوسواس بقى مرض أو غيره، لمّا تيجي لك أي فكرة سلبية تيجي لك إيه يقول لك إيه، ده أنت جالك مغص يبقى أنت عندك كذا، تمام؟ أنت لازم تعرف إن أنت مش الفكرة دي. لأ، ده الوسواس، فتقول دي فكرة سلبية، والفكرة السلبية دي مش فكرتي أنا، وأنا مش باسمح للفكرة السلبية دي إن هي تسيطر عليَّ أو إن أنا أستجيب لها، لكن أنا باتقبّل وجودها.
ليه؟ لأن أنت أي حاجة أنت بتحاربها هتحاربك، يعني أنت ما تقعدش تقول لأ أنا بارفض أي فكرة سلبية بتيجي لي، لأن طول الوقت إحنا عندنا وربنا قالها في القرآن: من كل شيء خلقنا زوجين، أنت طول الوقت هيبقى عندك أفكار سلبية وأفكار إيجابية، لكن المهم بقى مش الفكرة السلبية اللي بيجيلك عن فكرة المرض، المهم إن أنت ما تصدقهاش، والمهم إن أنت آمم تقول إن دي مش فكرتي لإن هي بتيجي بصوتك أنت، لكن هي ما بتبقاش بفكرتك أنت، ده بتبقى فكرة سلبية وسواسية، تمام؟ وتقول إن الفكرة دي فكرة سلبية، فكرة وسواس أو فكرة عن المرض وكده، والفكرة دي مش فكرتي أنا، مش فكرتي أنا، ومش باصدقها ومش باستجيب لها ومش بتسيطر عليَّ، تمام؟ لما انت تكرر بقى التمرين ده مع اي فكرة سلبية بتجيلك، انت كده بتحط جوه عقلك الباطن ان انت اصلا مش العقل الباطن زي ما احنا عارفين ان هو بيتأثر بالافكار بالتكرار، يعني انت بتبرمج عقلك الباطن بالتكرار، بالتكرار، تمام، او بالتخيل او بالصور. فانت بقى ايه، لما انت بتعمل كده وبتقرر ان دي مش فكرتي، انت كده بتحل الفكرة، بتحل قوة الفكرة دي. فانت بتدي عقلك الباطن ان دي مش فكرتي، يعني دي حاجة مش بتاعتي، فعقلك الباطن بيصدق فعلا كده، فمش بيتأثر بقى بالفكرة، تمام. ده رقم واحد، تعمل التمرين دوت اما يجيلك اي فكرة سلبية بقى، وسواسية، حزن، اي حاجة بقى، تمام. الجانب التاني بقى، ربنا قال لك: ومن كل شيء خلقنا زوجين، طب ما انت اختار الجانب الايجابي بقى، اللي هو التفكير الايجابي. فانت تفكر: لا انا بكامل الصحة والعافية، انت خلاص قلت الفكرة السلبية دي مش بتاعتي، تيجي فكر بقى بالايجابي. أقول أنا بكامل الصحة والعافية، أنا أتمتع بالسعادة، أتمتع بالصحة، الله يحفظني، الله يحميني. وقول بقى إيه كلام إيجابي: أنا صحتي بتزداد كل يوم أفضل. وتخيل نفسك دايما، لأن زي ما قلنا أنت عقلك الباطن بيصدق اللي أنت بتبعته له، فلما أنت تبعت له أفكار إيجابية عن الصحة بيصدق وبينفذها فعلا. وتبعت بقى صور وتخيلات إن أنت بكامل الصحة والعافية وإن أنت كويس وكده، التخيلات دي برضو هتبقى كويسة. هتقولي: طب ما أنا عندي صحة، أتخيل ليه؟ هقول لك: يا عم خلي عندك صحة أكتر، إيه المشكلة؟ ما هو أنت عقلك دوت لا إما طول الوقت هيفكر في السلبي، لا طول الوقت هيفكر في الإيجابي، المهم أنت بتختار إيه. حاجة مهمة جدًا، أنت كل ما أنت بتفكّر بالتفكير الإيجابي دوّة، تمام، كل ما أنت حياتك بتكون أحسن، مش بس كفكرة وسواس مرض، لأ هتلاقي صحتك أحسن، كل ما أنت بتركّز على التفكير الإيجابي هتلاقي سعادتك أفضل، هتلاقي كل حاجة. المهم إن أنت تعرف إن أنت اللي بتختار، أنت عندك قوة الاختيار، لإن دي هي امتحاننا. ربنا ادالك قوة الاختيار ان انت تفكر في الايجابي او تفكر في السلبي. فانت لازم تقتنع رقم واحد ان الفكرة السلبية او فكرة الوسواس، سواء وسواس مرض او نظافة، ان دي مش فكرتك وانت مش هتستجيب لها. فالفكرة هتفقد ايه، هتفقد قوتها يعني، تمام. لان عقلك الباطن هيصدق كده، وتفكر في الافكار الايجابية ان انت بصحة والعافية، او ان انت مثلا لو انت متوسوس من الوضوء، لا انا اتوضيت، لو انت بتوسوس انت صليت كام ركعه، لا انا صليت الركعات صح. لو انت بتوسوس اللي عندك مرض، لا ده انا بكامل الصحه والعافيه. وتمشي في التراك الإيجابي مع التكرار، تجاهلك للأفكار، الفكرة السلبية اللي هي فكرة الوسواس المرض، وإن هي مش فكرتك، وإن أنت بتختار التفكير الإيجابي. أنت بتبرمج سعادتك، بتبرمج صحتك على بنفسك على الصحة والسعادة، الفكرة السلبية اللي هي بتاعت الوساوس أو الحاجات دي بتنتهي، وبتكون كده أنت عشت حياتك بسعادة وبروقان وبصحة. الأفكار مهمة جدا، اختار دايما أفكار إيجابية عشان تكون أنت بصحة وتكون بسعادة وتكون بكل حاجة جميلة. ما تنساش بقى تعمل لي لايك وسبسكرايب والشير عشان ما يفوتكش الكثير من البهجة والسعادة. بحبكم قوي. شوفي الفيديوهات، لو سمحت لو أي حد بيعاني من وسواس أو متألم أو كده، اعملوا له مشاركة أو وصلوا له الفيديو دوت عشان إن شاء الله حياته تكون أجمل. أشوفكم على خير، استنوا إن شاء الله بإذن الله في حلقة قوية جدا 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 جدا. بحبكم. مع السلامة.